أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سبحانك ربي ما أعظمك، أجريت أقدام العباد على هذه الأرض بحكمتك، بسطت الأرض على ماء جمد بقدرتك، رفعت السماء بلا عمد بقوتك وعظمتك، فعجبت للأرض تعطي الخير أهليها من ذا الذي أجبرها على إثبات ما فيه. عجبت للسماوات السبع من ذا الذي رفعها ومن الذي من السقوط يحميه. عجبت للجبال الشم الراسيات من ذا الذي أثبتها ومن على ظهر الأرض يرسيه. عجبت للحية العمياء مسكنها بين الصخور ولا ماء بين الصخور يرويه. عجبت للروح أين الروح من جسدي الله خالقها وإن شاء باريه. عجبت للشمس في الأفق طالعة من ذا الذي بالصبح يظهرها ومن وراء ظلمة الليل يهديه. عجبت للطير سابحة في السماء تسعى على رزقها بجد ورزق اليوم يكفيه. عجبت للأم ترضى اللبن إن ولدت وإن تكن عاقرا لا لبن يأتيه. عجبت للأرض تعطي الخير للناس الشر يحجبه والبخل يؤذيه. فسبحانه من إله واحد يبلي العظام وإن شاء يحييه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والإخوة المؤمنون في كل بقعة من بقاع الأرض سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذا المقام القرآني التكريمي الذي أعدته عموم عائلات شبار على عموم مراكز وقرى جمهورية مصر العربية، تكريما لعميد العائلة رحمة الله عليه، الرجل الطيب الذي ترك دنيا الناس ليسعد بلقاء رب الناس. أسأل ربي جل وعلا أن يطيب ثراه ويجعل هذه الليلة من أسعد لياليه. في ليلة التكريم والتأبين للحاج عبد الله محمود صالح شبار مشاركين العزاء لأبنائه الكرام والأعلام الأستاذ هاني عبد الله والأستاذ عصام عبد الله والأستاذ زاهر عبد الله والأستاذ عبدو عبد الله محمود صالح شحاتة شبار. كما جئنا مشاركين العزاء لأشقائه الكرام والأعلام، مشاركين العزاء للوالد الكريم عبد الحاج محمود صالح، ومشاركين العزاء للحاج صالح محمود صالح، ومشاركين العزاء للمهندس كمال محمود صالح، ومشاركين العزاء للأستاذ حسن محمود صالح، ومشاركين العزاء لأسرة الراحل الكريم الحاج منصور محمود صالح شحاتة شبار وعمومته وابناء عمومته وعموم الأسر والعائلات التي ترتبط إليهم بصلة نسب وقرابة قاطبة واجب العزاء. في هذه الليلة القرآنية ليلة
ليلة من ليالي النور على مائدة النور. اسعد بحضراتكم عبد الوهاب عيسى بصحبة قطب التلاوة والعلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ الحاج يوسف بدري. ينقل اللقاء على الهواء مباشرة من داخل مملكة الصوت لاولاد الحاج علي ابو حلمي، قصور الضيافة العربي واسطول الفراشة المتحرك ولعلات الانارة الحديثة للمؤسسة صاحبة التاريخ بل الذي صنعت التاريخ اولاد الحاج ابراهيم الزناتي للامبراطور الحاج السعيد ابراهيم الزناتي واخوته. واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة فريق عمل مؤسسة الدكتور وصاحبة علامة الجودة للحكمدار الكابتن محمد شطا في انتظار التلاوة عبر شاشات الانترنت لعميد مصوري مصر المهندس عمرو الشاغي. يا الاخوة المؤمنون، ما اجمل وما ابدع ان يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وحسن التلاوة والاتقان، وما اجمل قول القائل اتقان لا شيء يعدل ايماني بقرآن. فالله قد احيا به الدنيا واحياني. خليفة سلطان قراء مصر وامتدادا لجامعة سيدنا ومولانا الشيخ السيد سعيد رحمة الله عليه، ادعو الى منصة القراءة عملاق دولة التلاوة وقارئ قناة المديح الفضائية والموجه في الازهر الشريف فضيلة القارئ الشيخ الحاج يوسف بدري يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم
الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
هروح ما شاء الله. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الحمد لله على السلامة. الله يكرمك معاك. ده من ريحة الحبايب حاجة. هو الحاج أسامة الحماد. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. أطعنكم فلا تبغوا
إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إصلاحا يوفق الله بينهما يا رب اللهم ارحمنا برحمتك وسلام. إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان
كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. حبيب الله استر. قد بجلالها إنها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها ومتع فؤادك فإنها النفحات. عشت وإياكم من رائعة آيات سورة النساء بصوت عالم التلاوة وكب التلاوة فضيلة القارئ الشيخ الحاج يوسف بدي قارئ مصر والعالم الإسلامي وعضوا بنقابة قراء مصر والموجه بالأزهر الشريف وقارئ قناة المديح الفضائية
وعضوا بنقابة قراء مصر والمقيم بمدينة دكر الأصدقانية. نقلت لكم هذه التلاوة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية لمنتقر لصوتيات العرب والشركة العالمية لأعمال الصوتيات. أولاد الحاج علي أبو حلمي والمهندس طعيم الصبكي، إدارة المهندس محمد علي أبو حلمي والمهندس صبري علي أبو حلمي، والمقيمين بهذا البلد الطيب أهله. شكرا أيضا قصور الضيافة العربي وأسطول الفراشة المتحرك ولؤلؤات الإمارة الحديثة التي زينت وجملت هذا المكان بأحدث تقنيات الديزل لملوك الإنارة والفراشة بجمهورية مصر العربية، للمؤسسة صاحبة التاريخ بل صانعة التاريخ والاسم الذي له تاريخ، أولاد الحاج إبراهيم الزناتي لإمبراطور فراشة الحاج السعيد إبراهيم الزناتي والمقيمين بمصر الجديدة. في هذه الليلة القرآنية التي يصحبنا فيها واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة لفريق عمل عمالقة الضيافة حكم دار الضيافة الكابتن محمد شطا والمقيم بالقصب شرف. ترفع التلاوة عبر شاشة الانترنت للعبقري والمبدع مهندس عمرو الشامي والمقيم ب100 مرجع سلسيل مركز ومدينة الجمالية. أسرة الراحل الكريم الحاج عبد الله محمود صالح شحاتة نيابة عن عموم آل شبار الأكرمين، نيابة عن أبناء الراحل الأكرمين، نيابة عن الأستاذ هاني والأستاذ عصام والأستاذ زاهر والأستاذ عبد محمود صالح شحاتة شبار وعمومتهم وأبناء عمومتهم. أشقاء الراحل الأكرمين الحاج محمود صالح شحاتة ونيابة عن الحاج محمد صالح شحاتة والحاج صالح شحاتة، ونيابة أيضا عن المهندس كمال محمود صالح شحاتة ونيابة عن الأستاذ حسن محمود صالح شحاتة، ونيابة عن أسرة الراحل الكريم الحاج منصور محمود صالح شحاتة وعمومتهم وأبناء عمومتهم، نيابة عن عموم عائلات شبار وعموم عائلات 100 مرجع سلسيل وعموم عائلات المنطقة باسمهم جميعا. نتقدم بخالص شكري إلى كل من وساهم في هذا العزاء، كما أشكر باسمهم برقية عزاء السادة عمد ومشايخ البلدان المجاورة، برقية عزاء السادة رجال وزارة الداخلية، السادة رجال القوات المسلحة المصرية، السادة رجال وزارة الأوقاف بمحافظتي الدقهلية والشرقية، السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظات مصر. كما تقدم نيابة أيضا عن أسرة الراحل الكريم الحاج محمد صالح شحاتة شبار أبنائي الكرام باسمهم جميعا. نتقدم بخالص الشكر إلى كل من خطأ إلى هذا المكان خطوة ليؤدي واجب العزاء. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا. أترككم في رعاية الله وأمنه على أن ألقاكم على خير. عبد الوهاب عيسى، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.